لو عايز تشتغل في العقارات في دبي اتفرج على الفيديو ده، لاني هقولك ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها وايه الحاجات اللي تتجنبها عشان تنجح في المجال ده في دبي. No shot, no gimmick, no gimme look. No plan, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. اهلا بيكم في القناة بتاعتي، اسمي عمرو وانا دلوقتي بشتغل مع واحد من اكبر المطورين في دبي. هقول لكم بالظبط ازاي بدأت وازاي ايه الحاجات اللي المفروض تعملها عشان تنجح او تزيد فرصك في النجاح في مجال العقارات في دبي. طبعا اول حاجة هحكي لكم شوية انا بدأ معايا الموضوع ازاي. طبعا انا لو اللي اتفرج معايا على الفيديو اللي فات هيشوف ان انا كنت في مجال الطيران وقررت ان انا اسيبه عشان انضم لمجال العقارات، وده كله بسبب ان انا بدأت اقرا وقت الكورونا لما جت واكتشفت ان في عالم تاني بره ما كنتش عارف عنه اي حاجة، واكتشفت ان انا ممكن اي حاجة انا عايزها تجيلي او ان انا اشتغل وادخل دخل كبير يخليني يعني اجي اشتري اي حاجة انا عايزها من غير ما اشتغل شغلانة انا مش حاببها اصلا. طبعا قعدت 3 شهور قلت لنفسي ان انا هحاول ادخل دخل اونلاين من على النت، ولكن لقيت صعوبة في ان انا حسيت ان انا لوحدي جدا وحسيت ان انا ما بقيتش اشوف ناس. ففكرت شوية وقلت لنفسي ايه الحاجة اللي ممكن اشتغل فيها بحيث ان انا ابقى بشوف ناس وفي نفس الوقت يبقى بتدخل لي دخل كبير. ما لقيتش اي اجابة غير ان انا اشتغل في العقارات. طبعا ده كان بسبب ان الكتاب قريته كان اسمه فكر واصبح ثريا او Think and Grow Rich لنابليون هيل، والكتاب ده كان بيكلمك عن أهمية الريل استيت وأهمية العقارات وإزاي إن معظم الناس اللي حققت ثروات كبيرة جدا حققوها بسبب العقارات. فمن هنا قلت لنفسي أنا ليه أضيع وقت في أي مجال تاني لما أنا كده كده أصلا هدخل العقارات سواء كمستثمر أو سواء ك شخص بيبيع وبيشتري في العقارات يعني. فقلت اخد خبرة من الموضوع، وهنا فكرت ان انا ازاي ابتدي. طبعا انا كنت محوش يعني مبلغ معين او كان معايا مبلغ معين، فقررت ان انا طبعا ما كانش عندي اي خبرة في العقارات، فقلت لنفسي انا هشتغل ببلاش لحد ما اخد الخبرة الكافية وبعدين اشوف ايه الخطوة اللي بعد كده اللي ممكن تتعمل. وفعلا بقيت ادخل اي شركة بقول لهم انا عندي قيم، عندي مهارات معينة انا هضيفها لكم، مش عايز اي سالري، مش عايز اي حاجة. طبعا ما كانش عندي فكرة ان هو اصلا معظم الشركات ما بتديش سالري او ما بتديش مرتب في العقارات في دبي، لان انت مجرد انت بتقفل ديل او مجرد ان انت بتعمل صفقة بتدخل مبلغ كبير ممكن تكفيك حتى يعني 3 4 6 شهور، وفي احيانا بتكفيك السنة كلها من ديل واحد. فلما بدأت مع شركة صغيرة، طبعا الشركة كانت يعني كان الناس اللي فيها كانوا سلبيين شوية، كانوا بيقعدوا يشتكوا كتير، وانا كنت قاري من قبلها مظبط العقلية بتاعتي من قبلها ايه العوامل اللي هتساهم في نجاحي في المجال ده اصلا من قبل ما ادخل. فدي حاجة مهمة جدا برضو لازم تعرفوها، ان انت لو انت بس ناوي تيجي وتجرب حظك مفيش حد بينجح كده بالحظ. لازم تكون قاري، لازم تكون دارس، لازم تكون عارف ايه الناس اللي نجحوا ازاي، لان بيقولك ان في ناس كتير جدا جدا نجحوا وكتبوا تجربتهم وكتبوا ازاي نجحوا وحطوا كل الادوات اللي خلتهم ينجحوا. واهم اداة من الادوات دي هي العقلية ان انت دايما تبقى ايجابي، دايما تشوف الجزء الايجابي من كل حاجة. ما تشتكيش خالص لان الشكوى بتخليك يفوتك فرص كتير. ما تتكلمش على حد بطريقة مش كويسة، عشان انت اي حاجة يعني مش بس ان هي نميمة وغايبة، ده كمان انت السوق ده بيبقى سوق صغير جدا وكل حاجة بتنتقل بسرعة جدا وممكن تأثر على سمعتك بالسلب. ف كان مهم جدا الحاجات اللي انا اتعلمتها من الكتب دي، يعني ساعدتني جدا في ان انا يعني انط بشكل كبير، انط يعني. في ناس بتقعد مثلا ما تقفلش ديلات لمدة 8 شهور او سنة، انا كنت قادر ان انا اقفل ديل في اول شهر بس بمجرد ان انا كنت مجهز عقلي، مجهز عقليتي، قاري قريت كذا كتاب،
طورت اصلا حتة ان انا اقرا الكتب دي من قبل ما ادخل. بصراحة انا يعني القراية انا اصلا مش كويس فيها، ما بحبهاش، فكنت بستخدم الاوديو بوكس او الكتب السمعية. طبعا لازم تكون شاريها، لازم تكون دافع ثمنها. ما عرفتش تتفرج عليها على اليوتيوب لحد ما ربنا يرزقك وتقدر تتكلف ثمنها. بس طبعا افضل ان هي تكون مدفوعة، حتى لو هتشتريها من اي مكتبة قديمة ده يكون احسن. بس من هنا قعدت، دخلت الشركة دي، جربت، قلت اما يعني ابتدي اشوف ايه نظام. لقيت ان هم طبعا بيرموك في البحر، ما بيعلموكش اي حاجة. فبعدها على طول قلت لا، انا لو كملت في المكان ده ايه نوع الشخص اللي هبقى عليه لو فضلت فيه؟ طبعا لقيت ان الاجابة حاجة مش كويسة. فقلت لنفسي لا، لازم اشوف مكان تاني. شفت مكان تاني وفعلا لقيت شركة من اكبر الشركات في دبي. رحت عملت انترفيو معاهم مع المدير. وطبعا قلت له يعني عشان بس مجرد ان انا يعني اتقبل ان انا اشتغل معاهم. قال لي انت عارف ان مفيش سالري؟ قلت له عارف. قال لي قال لي طيب انت عارف ان انت ممكن تقعد 6 لحد 3 شهور او 6 شهور ما تقفلش ولا دي؟ قلت له عارف. بس يعني اثبتت له ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان انجح في الحاجة دي او في المجال ده. فدي يعني 99% من اي انترفيو في دبي لو عملت كده هتتقبل فيه. ان انت تثبت للشخص ان انت مش شرط تكون ذكي جدا، مش شرط تكون يعني احسن بني ادم في المجال ده، بس هتعمل اللي تقدر عليه. وده من خبرتي، كل شخص بيعمل اللي يقدر عليه في النهاية مستحيل ما يلاقيش، مستحيل ما ينجحش. تمام. بس فبدأت في الشركة دي. وطبعا كنت من الكتب اللي قريتها من الموتيفيشنال سبيكر اسمه جيم رون، قال لك ان انت في الاول ميك اب النمبر وات يو لاك ان سكيلز. يعني في الاول من انت ما عندكش مهارات كافيه، كلم اكبر عدد من الناس، بسبب ان انت هيكون في ناس معينه انت هتكلمهم مثلا جاهزين يشتروا دلوقتي، او هيكون مثلا في ناس اوريدي يعني مشيوا في المرحله دي، وانت بس حظك ان انت كلمتهم في الوقت المناسب وهيشتروا معاك. لو كلمت عدد كافي من الناس هتلاقي في النص هيعدي عليك حاجات كتير زي كده. ففي الاول اكتر حاجة ممكن تساعدك ان انت تتكلم اكبر عدد من الناس عشان تقفل اول ديل. تاني حاجة برضو مهم جدا تعملها اول ما تبتدي، ان انت تركز على منتج واحد فقط فقط فقط. لان انت لو جيت السوق العقارات في دبي او في اي مكان عامه، هتلاقي منتجات كتير جدا، هتلاقي زي البحر بالظبط، في الاف المنتجات مهم جدا ان انت تختار وتركز على منتج واحد فقط. ان شاء الله تركز على شقه واحده فقط وتكلم عليها كل الناس لحد ما واحد يقول لك ايوه هي دي الحاجه اللي انا عايزها، ويقوم يشتري الحاجه دي. تمام. فقعدت مع الشركة دي لمدة سنة. في الأول طبعا ما كنتش عارف أي حاجة، بس كنت بعمل بالحاجتين دول، إن أنا أكلم أكبر عدد من الناس. فقعدت أكلم في ناس لحد ما جه حد قال لي إن هو جاي دبي بعد أسبوعين، وحددت معاه ميعاد. وفعلا جه ميعاد المقابلة دي، والكلاينت ده جه وصل فعلا، وجيت عشان اقابله. طبعا صحيت قبلها من الصبح بدري جدا، وقعدت ادعي يا رب يا رب اقفل دي، لان طبعا فلوسك بتخلص وانت مش عارف بكره في ايه. فمهم جدا تبقى علاقتك بربنا كويسه، لان لو علاقتك بربنا مش كويسه، لو انت بقى شخص بتاخد مرتب كل شهر بينزل لك نفس المرتب، مش هتحس يعني التأثير بتاع أفعالك مش هيظهر قوي زي ما انت ما تكون بتاخد كوميشن وعايش على الكوميشن فقط. كل فعل بتعمله هتحس التأثير بتاعه صدى عالي جدا. ودي برضو حاجة مهمة. يعني التجارة عامة بتقربك من ربنا، لأن كل فعل بتعمله بتشوف التأثير بتاعه على حياتك فوري. لكن لما انت تكون بتاخد مرتب مثلا أو شغال في شركة، انت التأثير ما بتحسوش، لان اللي بيحس التأثير ده صاحب الشغل او اللي هو السي او او رئيس الشركة، هو اللي بيحس بالتأثير بتاع افعاله على البيزنس بتاعه. انت بس مجرد انت بتكون في اخر صف خالص، فبيبقى الصدى
ضعيف جدا على البيزنس، ما بتحسش بيه، او على التأثير العمل بتاعك ما بتحسش بيه قوي. فدي بس ملحوظة سريعة قلت ما اقول لكم عليها. المهم فايه جه ميعاد الميتنج بتاع الكلاينت ده، وقبلها بنص ساعة العربية مش عايزة تدور، عربية باظت، المفتاح اتحبس في الشنطة ومش عارف اعمل ايه. فحصل ان انا كان في حد كنت قابلته قبلها باسبوع، شاب شاطر كان معايا في نفس الشركة، كلمته جه وخدني ورحنا قابلنا الكلاينت، والكلاينت ده بسبب ان الشخص ده كان عنده خبرة اشترى. فحاجة برضو مهمة جدا لما تكون انت لسه جديد، انسى الفلوس، انت اهم حاجة عندك ان انت تاخد خبرة وتقفل ديلز. طبعا الفلوس هتيجي كده كده، بس حاول انت ايه ما تركزش على الفلوس، ما تحسبش الكوميشن. حاول تاخد معاك حد وانت في اول ميتنج، لان ده هيفرق معاك جدا، ان الخبرة بتاعت الشخص ده هتخليك ما تضيعش فرص. لان اي حد بيجي ميتنج يوصل ينزل من بيته ويروح لمكان رايح عشان عايز يشتري، عشان معاه فلوس، عشان جاهز ان هو يشتري. فلما انت تروح بدون خبرة كافية ممكن يشتري بالحظ، بس احتمال كبير جدا ان هو مش هيشتري، لان هيلاقي ان مفيش خبرة كافية في الموضوع، فهيضطر ان هو يستنى لما يلاقي حد عنده خبرة اكتر. فانت في الاول خد معاك حد، ما تستكبرش عشان يعني ما تضيعش وقت. المهم رحت قفلنا ديل الحمد لله، وقفلنا كذا وحدة، وطبعا الكلاينت ده اخدناه واشترى في كذا مكان تاني، وده كان طبعا توفيق من عند ربنا. لاني خلاص كنت في الوقت ده قريب جدا، كنت يعني حياتي في الطيران كانت حاجة، وحياتي في البيزنس ده حاجة تانية خالص. ودي حاجة برضو مهمة جدا لازم تعرفها لو انت شخص عايز تضيع وقت، لو انت شخص عايز تعيش حياتك، عايز تنبسط، عايز تشوف بنات، عايز تخرج. الكلام ده كله مش هينفع في البيزنس. ليه مش هينفع؟ لان زي ما قلت لك صدى كل فعل بتعمله بينعكس بشكل كبير جدا في البيزنس ده. فبتشوف كل حاجة بترد الفعل بتاعها، رد الفعل بتاعها في البيزنس بشكل سريع وشكل كبير جدا. بعد كده طبعا بدأت في الطالع مع الشركة دي، وبعدها بفترة طبعا كان قابلتني مشكلة كبيرة جدا مع الديفلوبر، ان ما كنتش اعرف ان المطورين بيأخروا الكوميشن. فدي كانت حاجة برضو يعني لو كنت اعرفها في الاول كانت فرقت معايا كتير. المطور بيأخر الكوميشن، فاللي هو بعد ما قفلت الديل قلت الحمد لله اخيرا ديل اتقفل. ما كنتش اعرف ان لسه في قصة تانية بعد ما تقفل الديل. فالقصة دي فضلت معايا لمدة 6 شهور. فهو الطبيعي ان انت ما توقفش بعد ما تقفل ديل، مش خلاص بقى اللي هو انام على كده، لا، ان انت تفضل مكمل تقفل 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 لحد ما انت يبقى اللي داخلك انت مش فارق معاك اصلا هيتأخر ويقعد قد ايه. لازم تكون دايما بتصطاد، دايما بتشوف ناس جديدة، دايما بتشوف مشاريع جديدة، دايما بتقفل ديلز جديدة، بحيث ان انت في الفترة الاولى الموضوع هيبقى صعب، بس بعدين بعد كده كل شهر ما يبتدي ينزلك الكوميشن مش هتحس ان انت مستني كتير. فدي طبعا حاجة انا ما عملتهاش في الاول لان ما كنتش عندي الخبرة الكافية، ففاتني الموضوع ده كتير. بمهم بعد كده طبعا قلت لنفسي لا طب انا عايزة اشتغل مع مطور. ف طبعا سبت، لان طبعا كان عندي مشاكل، يعني عايز حاجة ابقى مستقر ماديا. فانضميت لمطور، كان عندي ديون وكده، فما كانش ينفع ان انا اعتمد بس على الكوميشن لحد ما اسدد على الاقل الديون بتاعتي. طبعا ده كله بسبب الحياة السابقة اللي انا كنت عايشها مرفهة. اصدقاء السوق مش عارف مين قال لي خد كارد اشتري مش عارف ايه، الحمد لله يعني ما فرتكتوش كله بشكل يعني بشكل مدمر. بس فطبعا لازم ان انا يبقى عندي دخل ثابت بحيث ان انا يعني اقدر ان انا اركز في الشغل. فقررت ان انا انضم لمطور، والمطور ده كان برضو من اكبر المطورين، ولكن كان الشغل فيه صعب جدا وعدد الساعات كبيرة جدا وما كانش سهل البيع بتاعه. فده برضو اداني خبرة كبيرة. بس المهم ان انت
دلوقتي في الاول في البداية مش هيكون عندك الاوبشن او الخيار ده طالما انت ما عندكش خبرة في المجال. لازم تاخد الاول خبرة في المجال. استغل المكان اللي انت فيه دلوقتي. لو انت مثلا بتشتغل في شركة معينة، ممكن تبتدي تقرأ عن العقارات، ممكن تبتدي تخش واحدة واحدة بحيث ان انت ايه ما تنطش مرة واحدة وانت ما عندكش اي يعني خبرة، بحيث انت ما تحسش ان انت بتبتدي من الصفر. الموضوع ده بيبقى يعني بيحط ستريس كبير عليك جدا وعلى اهلك وعلى كل الناس اللي تعرفهم. بتحس انت يعني بتحس الموضوع صعب عليك جدا. طبعا كل حاجة صعبة بيبقى ليها تأثير إيجابي. بتحس إن أنت بتنضج، بتكبر. كل الألم اللي بتمر بيه بيأثر عليك إيجابيا في حياتك بعد كده. مش يعني لو أنت دلوقتي مثلا في حياتك في أي نوع من أنواع الألم، دي حاجة كويسة. لأن بعدين هبص لأ إن أنت بتفكر إن لو ما كنتش عديت بالمرحلة بتاعت الألم دي، ما كنتش وصلت لحاجات معينة هتعرفها بعدين بعد ما تعدي مرحلة الألم دي. وده طبيعي جدا. طبعا انا عشان اخرت مرحلة الالم ده لاني كنت بلف العالم وبستمتع بحياتي وكده، فجات لي بشكل متأخر شوية. بس احسن حاجة ان انت تعدي مرحلة الالم دي في بداية حياتك، بحيث ان انت يبقى لسه عندك الطاقة، يبقى لسه عندك الحيوية، يبقى لسه مش فارق معاك الدنيا قوي. الحياة بالنسبة لك لسه في قدامك كتير. يستحسن ان انت تمر بالمرحلة دي في بداية حياتك. بس بعد كده يعني لما انضميت مع المطور، طبعا الشغل مع المطور بيختلف كتير جدا، لان انت بتكون عايز يبقى عندك نتورك او عندك يعني قاعدة بيانات او علاقات مع الشركات الوساطة. كل ما زاد عدد الشركات كل ما كان احسن. طبعا بالنسبة للبروكر او الوسيط بيبقى الموضوع مختلف، ان انت تبقى عايز ليدز، بتبقى عايز تسوق للمشاريع، بتبقى عايز دايما يعني يبقى في الشركة اللي انت معاها او الشركة اللي انت بتشتغل معاها تكون بتدفع في التسويق، تكون بتعمل كامبينز، تكون بتجيب لك ليدز. بس طبعا مهم جدا ان انت ما تبقاش مستني حاجة زي دي، وتبقى بتدور دايما بنفسك ازاي تدخل بيزنس. لانك لو قعدت مستني او لو قعدت تشتكي زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، بينطبق عليك بالسلب وبيأثر عليك بالسلب، وبتلاقي نفسك اصلا ما بتعملش اي حاجة من كل اللي انت بتعمله. انت مجرد قاعد بتشتكي، وكل الناس اللي حواليك بتنجح وانت قاعد في مكانك. بس فمن هنا لو انت دلوقتي يعني عايز تبتدي في الشغل او في المجال ده او في اي مجال عامة وانت ما عندكش خبرة فيه، يعني اعرض على الناس انت تشتغل ببلاش. طبعا ده بناء على حالتك دلوقتي. لو انت قاعد مثلا مع اهلك في البيت، لو انت قاعد مثلا بتشتغل مثلا في شركة، ممكن تعرض عليهم تشتغل مثلا بارت تايم. المهم ان انت يعني اعرض عليهم وقول لهم انا هعمل لكم اللي انت عايزينه، لان انت بتبقى كل اللي انت عايزه خبرة. يعني انا لو اعرف الكلام ده من لما كنت في الثانويه العامه، ما كنتش دخلت جامعه، كنت دخلت اي شركه وقلت لهم انا هشتغل معاكم ببلاش بس عايز اتعلم. وكنت اتعلمت الكلام ده كله من الاول، ووفرت على نفسي وخدت خبره في الحياه، بدل ما ناخد خبره او دروس من ناس اصلا ما عملتش الحاجات اللي انا عايز اعملها دي. بس طبعا كل حاجه بتحصل لسبب، و لازم طبعا نبقى نحمد ربنا على كل حاجه الحمد لله. وفي النهايه طبعا وصلت في النهاية ان انا يعني انتشلت من عند المطور اللي كنت بشتغل فيه، وكان الموضوع صعب جدا ده للمكان اللي انا كنت حابب اشتغل فيه من الاول. وهو ده اول مطور كنت قفلت معاه ديلز، والمطور ده انا حابه فعلا. واكتشفت ان انا عشان ابيع مهم جدا تبقى عارف المعلومة دي. لازم عشان تبيع لازم انت من جواك تكون مصدق ان يعني المنتج ده او الوحدة دي او الحاجة اللي انت بتبيعها، لازم تكون مصدق فعلا ومقتنع 100% ان هي كويسة للشخص اللي هيشتريها. مش شرط تكون كويسة عامة، بس تكون كويسة للشخص اللي هيشتريها. يعني لو الشخص اللي هيشتريها ده مثلا عايز يشتريها وينساها مثلا 10 سنين، يبقى الحاجة اللي انت بتبيعها له دي كويسة ليه.
تمام. لو عندك مثلا حد عايز يعيش فيها، متأكد ان هي تبقى كويسة ليه. لازم تكون من جواك في صفاء كده ومتأكد، تمام، بحيث انت لما تيجي تتكلم معاه يبقى عندك قوة اقناع. قوة الاقناع دي بتيجي بأعلى شكل، بأعلى صورة، لما يكون عندك authenticity او اصالة، او تكون بتتكلم على طبيعتك، ما تكونش مخبي حاجة. الناس بتحس، بالذات في المبيعات، الناس بتحس بكل حاجة، ولو قلت لنفسك غير كده بتكذب على نفسك، وممكن تنجح في مرة بس مش هتنجح يعني في 20 مرة اللي بعدها. فلو عندك، لازم يكون عندك نظرة مبعدية، لازم تبص دايما لقدام 5 سنين قدام. لو انا فضلت اعمل اللي انا بعمله ده دلوقتي هوصل فين؟ فكل يوم المجال ده ما تدخلوش نهائي لو انت مش ناوي ان انت كل يوم تطور من نفسك. كل يوم تسأل نفسك انا عملت ايه النهاردة عشان ابقى شخص احسن، انا عملت ايه النهاردة عشان اطور من مهاراتي، انا عملت ايه النهاردة عشان اطور من عقليتي، انا عملت ايه النهاردة عشان اساعد. كل يوم في تطور، لان طبعا مفيش حد بيجي له اي حاجة كده من فراغ، لازم يكون فعلا بيدي قيمة حقيقية. ولو حد قالك غير كده بيضحك عليك. واسأل وشوف اي حد وصل ل... لمستوى عالي جدا، شوف وصل ازاي، هتلاقي ان هو وصل بتضحيات كتير، هتلاقي ان هو وصل ان دايما بيطور من نفسه، بيعلم في نفسه، ما وصلش من فراغ نهائي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اكتب لي في التعليقات لو عندك اي اسئلة او عندك اي استفسارات، او اكتب لي عايز الفيديو اللي جاي يكون عن ايه، وانا باذن الله الاسبوع اللي جاي هنزل لكم فيديو عن الموضوع ده. كمان اكتب لي انت بتتفرج على الفيديو ده منين، عشان اعرف اغلبية الناس اللي بيتفرجوا عليا منين، بحيث اعرف اقدم لكم ايه المرة اللي جاية. شكرا.